ومتجوز ماجي بنت صاحب الشركه، وعنده بنت منها اسمها كارلا. ولما بيوصل للشركه بتساله زميلته هاله ليه ايديه متوسخه بالمنظر ده، فبيعرفها ان كاوتش عربيته فرقع وكان بيغيره. وساعتها بتقول له ان الدنيا مقلوبه في الاجتماع بسبب تاخيره. فبيدخل عليه الاجتماع ومش فارق معاه انه اتاخر، وبيسال ماجي مراته عن كوريك العربيه عشان ما كانش لاقيه. وساعتها عمر اللي جاي يشتري منهم الارض بيتريق على علي عشان متجوز بنت صاحب الشركه، وده بيخلي علي يتعصب. وبيعرفه انه المدير التنفيذي للشركه، وبيقول انه مش موافق على الرقم اللي مقدمينه للشراء. فبيقاطعه غالب حماه وبيقول له ان هو اخذ القرار ووافق خلاص على البيع. وساعتها علي بيقول ان عمر جاي يشتري منهم عشان عارف ان الارض دي داخله خطه تطوير جديده، فبيشتري منهم بالرخيص دلوقتي عشان يبيع بالغالي بعد كده ويخسروا هم. ووقتها عمر بيتضايق من علي جدا وبيقرر يمشي ويسيب غالب يفكر في عرضه. وبعدها بتتاكد ماجي ان فعلا الارض هتكون في خطه للتطوير وسعرها هيزيد. وبكده علي كان كلامه صح، وبتعرفه ان باباها هيديله 20,000 جنيه مكافاه. فبيتضايق علي لان المبلغ قليل جدا في حين ان هو لحقهم من خساره تتقدر بملايين. وساعتها ماجي بتزله عشان بسبب شغله في شركه باباها بقى عنده كل حاجه كان بيتمناها. فبيعرفها انه مش عايز منهم فلوس لكن عايز الشيكات اللي كتبها على نفسه وقت كتب الكتاب. فبتتضايق ماجي وبتفتكره عايز الشيكات عشان ناوي يطلقها ويخلص منها. لكن في نفس اللحظه دي بيجي لماجي تليفون من المدرسه وبتقول لعلي انهم لازم يروحوا للمدرسه بسرعه عشان بنتهم كارلا عامله مصيبه. وفي المدرسه بيعرف علي وماجي من المديره ان كارلا كان معاها ولاعه بتجرب تحرق بيها زمايلها. فبتقول لها كارلا ان باباها هو اللي علمها تعمل كده وقال لها ان ده اسمه سحر. فبيفهم علي قصدها وبيقول للمديره ان دي حاجه مش مؤذيه ومش بتحرق، وبيحط جل على ايديه وبيولع فيها بالولاعه عشان يثبت لها كلامه. وده بيخلي المديره تتعصب جدا وبتحاول ماجي ساعتها تهديها. ولما بيخرج ماجي وعلي من المدرسه بيفضلوا يتخانقوا سوا بسبب اللي حصل. وبعدها بيروح علي لصاحبه صبري وبيحكي له اللي حصل بينه وبين ماجي وانه حزين عشان مش مبسوط في حياته بالرغم من ان هو وماجي متجوزين عن حب، لكنه حاسس انه مش بيملك اي شيء خاص بيه، حتى العربيه والفيلا اللي عايش فيها مش بتاعته ومش بفلوسه. فبيسخر منه صبري ساعتها وبيطلب منه يلاقي له واحده صاحبه مراته غنيه عشان يتجوزها ويعيش في العز ده زيه. فبيقول له علي انه بيحسده على حياته عشان حر ومحدش بيتحكم فيه ولا بيذله، لان ماجي شايفه ان الرسم مش موهبه وشيء تافه، وده بيضايقه لانه بيحب الرسم جدا. وفي الاثناء دي بيروح تهامي ابو علي البازار خاص باللوحات المرسومه وبيبيع لفؤاد صاحب البازار لوحه لرسام يهودي اسمه يماهة يلع كان موجود في الاربعينيات. فبيقول له فؤاد انه فضل يدور على النت عن يماهة يلع لكنه ما لقاش اي اثر ليه، وبيروح يجيب فلوس اللوحه لتهامي. وفجاه بيتعب تهامي جدا. وبالليل بنشوف علي وهو حزين ومتعصب لانه متخانق تاني مع ماجي بسبب سخريتها وتقليلها منه. وفي نفس الوقت ده بيجي له اتصال من فؤاد وبيبلغه بحزن ان باباه توفى. فبيتصدم علي وقتها صدمه كبيره. وتاني يوم في العزاء بيكون واضح على علي الحزن والصدمه، وبيفتكر في اللحظه دي كلام باباه لما كان رافض انه يتجوز ماجي عشان كانت اعلى منهم في المستوى الاجتماعي ومختلفين عن بعض، وكان شايف انها معجبه بيه. وبعد كده حياتهم هتكون كلها مشاكل بسبب الاختلاف ده، وممكن كمان تذله بفلوسها وبالفيلا اللي هيعيش فيها وبشغله عندها، وعشان كده ما كانش موافق على الجوازه دي. وبيفتكر الخناقه اللي حصلت يومها. ووقتها بتيجي ماجي وبتواسي علي لكنها بتعرفه انها لازم تمشي عشان عندها اجتماع مهم. فبيرد عليها بخيبه امل وبيقول لها انها طبعا ما ينفعش تسيب الوفد الصيني لوحده، وبيبان عليه ضيقته عشان مراته سايباه لوحده في ظرف زي ده. وبيجي فؤاد يتكلم مع علي بما انه صديق باباه المقرب وبيحكي له ان باباه بيحبه جدا وكان نفسه يرجعوا سوا زي زمان ويقعدوا مع بعض ويتكلموا. فبيعرفوا علي انه كان مزعل باباه منه وده اللي مقطع قلبه دلوقتي، وعشان كده عايز يبيع البيت عشان مش حابب يفتكر الخناقه اللي حصلت ما بينهم. وبعدها بيطلب علي من صبري يمشي ويسيبه لوحده. وشويه وبيلاقي علي في بيت باباه غرفه مليانه انتيكات ولبس من الاربعينيات، وبيلاقي كمان البوم صور لناس غريبه برضه من الاربعينيات. والمفاجاه انه بيلاقي صوره لباباه مع واحده ست اسمها دلال ومكتوب على الصوره من ورا انها حبيبته، والصوره متصوره يوم 2 فبراير سنه 1943. وبيتصدم علي لان باباه اصلا من مواليد الستينيات فازاي متصور في الاربعينيات. ووقتها بيلاقي لبس وطرابيش كلهم من الاربعينيات. وفجاه بيلاقي ورا اللبس باب صغير سري لما بيفتحه بيلاقيه سرداب، فبيدخله وبيفضل ماشي جواه. وفجاه النور اللي كان موجود بيطفي، فبيلاقي علي كبريت جنب قنديل وبيشغله وبيكمل طريقه في السرداب. وفجاه بيلاقي باب بيوصله لغرفه تانية وبيستغرب من الغرفه لان اساسها قديم جدا، وبيكتشف انه جوه بيت دعاره وكل اللي حواليه لبسهم قديم وكانهم في زمن تاني. وبيفضل مصدوم وباصص لكل حاجه حواليه باستغراب، وبيفتكر ساعتها انه بيحلم وان ده مش حقيقي. وفي نفس اللحظه دي بتسحبه بنت اسمها سميره لغرفتها وبتتغزل فيه وفي جماله وبتقول له انه حاجه 13 خالص. فبيحاول علي يبعد عنها لكنها بتكون فاكراه معجب ببنت تانية، فبتقول له ان كل البنات اللي هنا وحشين، وبتعرفه ان السيده ما بتستحماش وظريفه ريحتها معفنه. ولما بيحاول علي يهرب من سميره بتصرخ،
فبيوقفوا لمع النجس صاحب بيت الدعاره وبيساله ليه مضايق سميره ومزعلها، فبيرد عليه علي وبيساله ازاي البوليس سايبهم كده عادي، لكن لمع بيكون فاكره بيستعبط عشان مش عايز يدفع اجره سميره، وبيعرفوا انه مش هيمشي غير لما يدفع ال 25 قرش. فبيسال علي الكل اذا كان ده مقلب من رامز جلال، لكنه بيلاقيهم جد في كلامهم، فبيطلع من جيبه 20 جنيه وبيديها لمعي، لكن لمعي بيتعصب وبيساله ايه الورقه البلاستيك اللي هو بيديها له دي، وبيعرفوا انهم هيزفوه زفه الانجليزي في العشه. فبيجري علي منهم وبيهرب، وبيتصدم وقتها صدمه اكبر لان الشوارع كلها قديمه حتى العربيات، والناس لبسهم قديم زي الافلام الابيض واسود، وبيلاقي سينما قدامه بتعرض حاليا فيلم الفنانين قدام من الاربعينيات، وبيشوف كل الرجاله اللي قاعدين على القهوه لابسين بدل وطرابيش، وبيجي له طفل صغير نشال وبيسرق محفظته، وفجاه بيحصل ضرب نار من الانجليز مع 2 من الشعب، وبتيجي طلقه في دراع علي، وبيشوفوا ساعتها شخص اسمه دياستي شغال ساعي بريد، وبيقرر يساعد علي ويحميه من الانجليز. وتاني يوم الصبح بيصحى علي من النوم، فبيطمنوا دياستي انه بخير والجرح سطحي، وبيعرفوا انه عمل رهيب ومدهش لان الانجليز من امبارح هيموتوا من غيظهم، وده بسبب الضابط اللي هو قتله، وبيقولوا انه بطل وفدائي. فبيبص له علي باستغراب وبيعرفوا انه لا بطل ولا فدائي، فبيفتكر دياستي ان علي خايف يقول انه فدائي، فبيعرفوا ان هو كمان فدائي زيه، وبيقولوا انه امبارح شاف شيء عجيب معاه، وبيطلع من جيبه موبايل علي وبيديهوله، وبيساله ايه الجهاز الغريب ده، لكن علي بيكتشف ان الموبايل مش شغال، وبيسال دياستي هما في سنه كام، فبيستغرب دياستي من سؤاله، وبيعرفوا انهم في سنه 43، وده بيخلي علي يتصدم، وبيكتشف ان اللي بيحصل حواليه مش مجرد تخيلات، وبيطلع للبلكونه وبيسال دياستي فين بيت الدعاره اللي هنا، فبيتضايق دياستي من سؤاله، وبيعرفوا ان ده عيب وحرام ومفيش فدائي ووطني يروح لبيت الدعاره، فبيتعصب عليه علي عشان يقول له على مكانه. فبيفهم دياستي ان ممكن علي بيجتمع في البيت ده مع الفدائيين اللي زيه عشان محدش يشك فيهم، وبيعرفوا ان بيوت الدعاره كتير، وساعتها بيقول له علي انه كان في بيت صاحبه اسمه لمعي، فبيتصدم دياستي وبيساله اذا كان لمعي زف وزفه الانجليزي في العشه، فبيستغرب علي وبيقول له انه هرب قبل ما يزفوه. وبعد ما بيخرج علي وبيكتشف انه في بنسيون اسمه بنسيون دلال، بيلاقي قدامه في الاستقبال صوره باباه متعلقه على الحيطه، وبتيجي بنت اسمها زينات وبتساله ليه متنح كده ومش بيتكلم، وبتيجي ساعتها مامتها دلال صاحبه البنسيون وبتسالها عن علي ليه واقف كده ومصدوم، فبتقول لها انه عمال يشاور على صوره باباها تهامي ومش بيتكلم، فبيتصدم علي في اللحظه دي اكتر، ووقتها دلال بتتكلم مع علي وبتقول له لو يعرف مكان تهامي فين يا ريت يدلها عليه لانه غايب بقاله كام يوم ومحدش يعرف هو راح فين. وفجاه بيجي شخص اسمه اباظه وبيتخانق مع زينات وبيتهمها انها سرقت الختم من مكتبه، وساعتها زينات بتحط الختم في جيب علي وبتحلف لاباظه انها ما شافتش الختم ولا تعرف مكانه، وبتديله شنطتها عشان يفتشها، لكنه مش بيلاقي الختم معاها، وبيعرفها هي ومامتها ان الختم مش مهم ما دام معاه حجه البنسيون وورقه الرهنيه. وفي نفس الوقت ده بيجي دياستي وبياخد علي معاه، وهما ماشيين في الطريق بيعرف علي من دياستي ان دلال هي صاحبه البنسيون وزينات تبقى بنتها، اما تهامي اللي بيسال عنه ده يبقى زوج الست دلال، وبيحبوا بعض جدا. ولما بيسال دياستي علي عن اسمه بيشوف يافطه مكتوب عليها عمر افندي، فبيقرر يقول لدياستي ان اسمه عمر. وبعدها بيوصل علي لبيت الدعاره وبيودعه دياستي عشان مش هيعرف يدخل معاه المكان ده لانه بيستخدم الاماكن اللي زي دي، وبيدعي لعلي هو وزمايله الفدائيين ان محدش يكتشف سرهم، فبيسيبه وبيمشي وبيدخل لبيت الدعاره. وساعتها لما بيشوفوا لمعي بيطلب منه تاني اجره سميره، وبياخدوا الغرفه من الغرف عشان يقعد فيها، لكن علي بيجري وبيروح للغرفه اللي فيها الباب اللي بيوصل للسرداب وبيستخدمه عشان يرجع للعالم بتاعه تاني. وبعدها بنشوف علي في الشركه وبياخد ماجي من الاجتماع اللي هي قاعده فيه، وبيقعد يحكي لها على كل اللي حصل معاه وشافه، وبيوريها الرصاصه اللي اخدها من الانجليز، لكنه بيتفاجئ ان الجرح اختفى. وبيكون في اللحظه دي كل موظفين الشركه ملمومين حواليهم وبيتفرجوا على علي وفاكرينه اتجنن، وبتفتكر ماجي ان علي تعبان نفسيا وبيخرف بسبب موت باباه. وبعدها بيقرر علي يروح لصبري وبيحكي له هو كمان اللي شافه، لكن صبري بيطلب منه يروح لدكتور نفسي عشان حالته بقت صعبه، بس علي بيعرفه انه مش مجنون عشان يروح يتعالج، وبيمشي من عنده متضايق. وبيروح لفؤاد صديق باباه وبيساله اذا كان باباه حكى له حاجه عن حياته، فبيعرفه ان باباه كان شخص كتوم وكان بيغيب وفجاه بيرجع ومعاه انتيكات غريبه ونادره، لكنه كان دايما شاكك ان في حد في حياته لانه كان بيجيب له لوحات كتير جدا وكان بياخد فلوس حلوه مقابلها، وما كانش برضه بيبان عليه انه معاه فلوس، وده اللي خلاه يستنتج ان ممكن يكون في حياته واحده ست غير الرسام اللي بيجيب له اللوح بتاعته، وكان اسمه يماهت يلا ومالوش اثر ولا موجود على الانترنت. ولما بيشوف علي لوحه من لوحاته بيكتشف انها صوره دلال. وبالليل بيفضل علي سهران ومش عارف ينام من كتر التفكير، وبيفضل يتفرج على فيديوهات على النت بتتكلم عن السفر عبر الزمن، وبيقرر بعدها انه يرجع للاربعينيات تاني من خلال السرداب، وبيخرج من بيت الدعاره من غير ما حد يشوفه. وساعتها وهو ماشي في الشارع بتشوفه زينات وبتتكلم معاه وبتطلب منه يرجع لها الخاتم اللي حطيته في جيبه، لكن علي بينكر انها عملت كده، فبتتعصب عليه زينات وبتهدده انها تضربه لو ما اداش الخاتم، لكنه برضه بيسيبها وبيمشي. وفي الاثناء دي في البنسيون بنشوف شخص يهودي اسمه شلهوب، وبيكون شاكك ان اكله مسموم، وده لانه خايف يكون الالمان عايزين يسمموه وبيلحقوه عشان يهودي، فبتحاول دلال تهديه وبتعرفه ان الالمان اتهزموا ورجعوا وهو دلوقتي في امان، لكن برضه شلهوب بيفضل قلقان وخايف. وفي نفس الوقت ده بيروح علي للبنسيون وبيكون عايز
عايز يأجر في اوضه ولكنه مش معاه فلوس من اللي بيستخدموها في الزمن ده، وبيقرر يدي لدلال ساعته. فبتدي دلال الساعه لشلهوب عشان يرهنها، وبيقول لعلي انها تساوي جنيه وربع. فبيتصدم علي وبيسخر منه وبيتفاجئ ان ساعته مش شغاله اصلا. وفي نفس الوقت ده بيجي دياستي وبيقول لدلال انه هيستضيف علي في غرفته لانه بطل وليه الشرف انه يقعد معاه، وبيدي لدلال 4 ساغ تمن قعده علي معاه. وفي الاوضه بيسال دياستي علي ليه لبسه ضيق قوي كده، وبيساله اذا كان ده بيساعده في الجري والهروب من الانجليز. وبالليل بيتكلم علي مع زينات وبيسالها هتدفع كام عشان تاخد الختم بتاعها منه. فبتتخانق معاه وبتقول له انه شكله شيخ محترم وما ينفعش يعمل معاه كده. فبيستغرب من كلامها وبيسالها مين اللي قالها انه شيخ. فبتقول له انها عرفت ده من دقنه لان معروف اللي بيربي دقنه بيكون شيخ. ولما بيفضل علي مصر انها تديله فلوس الاول بتعرفه انه راجل مهزأ وبتمشي وراه عشان خايفه يروح يدي الختم الاباظه. وبتقعد مع علي وبتحكي له ان مامتها كانت رقاصه واعتزلت واشتغلت في البنسيون مع صاحب البنسيون، وساعتها حصلت له مشكله وسافر بلده واضطر يبيع لها البنسيون بربع ثمنه. ووقتها لجأت لاباظه عشان يديها الفلوس بسرعه قبل ما البنسيون يروح منها، وقصاد الفلوس دي اخد منها حاجه البنسيون وورق الرهنيه والختم بتاع مامتها، وفوق ده كله مخليها شغاله عنده في التياترو من غير ولا مليم. فبيسالها علي المبلغ اللي عليهم لاباظه كام، فبتعرفه انهم لازم يدفعوا له 800 جنيه. فبيستغرب علي من الرقم، لكن زينات بتعرفه ان هي ومامتها مطمنين عشان باباها تهامي قال انه هيساعدهم مش هيسيبهم. وبتحكي له انه بالرغم من انه مش باباها الحقيقي وزوج مامتها الا انها بتعتبره زي ابوها. فبيتوتر علي وقتها وبيشوف لوحه مرسومه لزينات بس مش خلصانه، وبتعرفه انه تهامي هو اللي كان بيرسمها ووعدها انه لما يرجع هيكملها. فبيقرر علي انه يكمل اللوحه. وتاني يوم الصبح بيصحي دياستي علي عشان الساعه بقت 8. فبيقوم علي يجري عشان يلحق مدرسه كارلا، وبيروح لبيت الدعاره وبيرجع لزمنه تاني، وبيروح المدرسه لكارلا بالبيجامه بتاعت دياستي. وساعتها ماجي بتفضل تبص على علي باستغراب بسبب البيجامه. فبياخد علي كارلا وبيركبوا العربيه وبيمشوا، واثناء ما هم في الطريق بيوقفوا ظابط في كمين بسبب لبسه وشكله وبيسالوا على الرخص بتاعته. فبيتوتر علي وبيقولوا ان محفظته اتسرقت، فبينزلوا الظابط من العربيه. وبعدها بنشوف ماجي راحت تجيب علي وكارلا من الاسم، تتخانق مع علي بسبب تصرفاته وانه خلى بنته تشوفه والظابط بيمسكه واخده على الاسم، وبتكون شاكه انه بيخونها، خصوصا انها كل ما تسال صبري عنه يقول لها ان هو معاه وهو مش معاه اصلا. فبيروح علي بعدها لصبري وبيقول انه خلى ماجي تشك فيه بسبب غبائه. فبيعرفوا انها مش هتصدق كلامه عن السفر عبر الزمن لان هو نفسه مش مصدقه. فبيسيبوا علي ساعتها وبيمشي